عايز أكلمك النهاردة على دراسة علمية نشرتها صحيفة التلجراف البريطانية. الدراسة دي بتقول إنك أنت لازم تحفز عندك حاسة الشم. أيوة، لأن حاسة الشم دي مرتبطة بصحة عقلك وبمزاجك وبالذاكرة بتاعتك. بتقول بقى إن يعني الاهتمام بحاسة الشم دي مش رفاهية، لا، دي حاجة مهمة جدا لك. عملوا دراسة على 400 طالب واكتشفوا ان يعني لما بتبقى الذاكرة ضعيفة اكيد بتبقى حاسة الشم عندهم ضعيفة. طب ليه حاسة الشم مرتبطة بالذاكرة؟ عشان الطريق بين الانف والدماغ قصير جدا ومباشر. عشان كده يعني ريحة ياسمين قد تعيدك لذكرى كويسة، ريحة فنجان قهوة اللي انت بتشربه بتغير مزاجك. بتقول لك بقى كمان ان ضعف الشم ده لو عندك لا قدر الله هيبقى علامة مبكرة على التدهور التدريجي في الوظائف العقلية زي الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار. ايضا في دراسة شملت 7000 واحد اكتشفوا ان اللي بيتمتعوا بحاسة شم قوية كان ادائهم في اختبارات الذاكرة والانتباه اعلى بوضوح. بيقول لك بقى لازم انت تحفز يعني حاسة الشم. ازاي بقى؟ يقول لك يعني لما تتناول فنجان القهوة بتاعك، كنت من عشاق القهوة، حاول ان تستمتع الاول بشم رائحتها، وايضا حاول ان يكون عندك عطور تستخدمها لتحفز حاسة الشم. الحقيقة ان الدراسة دي مهمة جدا علشان يعني صحة الدماغ والراحة النفسية. خد بالك احنا في عالم مملوء بالشاشات والأصوات والصور، ونسينا أهم حاسة لدينا وهي حاسة الشم اللي هي سلك مباشر بين العالم والذاكرة. حبيت أقول لك على أهم دراسة إن بتقول لك دايما خليك منتبه لحاسة الشم، ودايما تحفزها من انك انت يبقى عندك عطور تشمها، او لو بتاكل حاجه ريحتها طيبه حاول الاول تستمتع بالرائحه بتاعتها. وطبعا لو انت من عشاق القهوه قبل ان تتناولها يعني حاول انك انت تشم رائحتها. حبيت اقول لك على هذه الدراسه، وانا بشكرك انك انت استمعت الي مع خالص الشكر والتقدير، وكل عام وانت بخير.